السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وفيديو مفيد وفيديو كله معلومات قيمة. شوفوا النهاردة عشان سبحان الله امبارح. بس ازيكم الاول عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو الاخير. اسلم على متابعيني حبايبي الاول. شكرا ليكم، شكرا لكل اللي اشترك في قناتي، شكرا لكل اللي فعل زر الجرس، شكرا ليكم الف مليون شكر. شوفوا بقى، يعني انا فعلا الشمس بتفرق كتير. الشمس دي دواء وعلاج للحاجة. انا النهاردة بقالي بصراحة بقالي يومين ما فتحت لهمش، والنهاردة كمان ابني جاي من السفر. يا رب يجي بالسلامة يا رب، ويخليهولي بيشتغل في الشرم يا حبيبي. فلسه ما جاش والله لحد دلوقتي. كان بيقول لي يا ماما انا جاي على الساعة 3. الساعة دلوقتي بقت 4 وزيادة. بسم الله ما شاء الله، انا شايفة الدجاج ابتدى وشه يحمر. طيب انا هقولك بقى على معلومة. بصي بقى وعشبة، لا تلفي ولا تحتاري، وصفتك من قلب الدار بحاجة سهلة وبسيطة موجودة في بيتك كل يوم. يعني بصي موجودة، يعني موجودة أكيد إن شاء الله يعني. بس شوفوا بقى، هقول لكم على معلومة. أنا المفروض في السن دهوت، هم عمر 4 شهور همت، المفروض أشد ريشهم. أنا اتأخرت والله، اليوم قصير، اليوم قصير. هتفرق معاكي كتير جدا، هتحول في اللحم. وكمان الطيرة تأمني عليها انها ما تروحش عند الجيران. شيل الريش ده. بيحول في جسم الحاجة، لان الريش ده كله دم، كله عبارة عن دم. تمام. فانتي مجرد ما ينشف شيليه، لانه بياكل خير الحاجة. طيب هنعلي بقى المناعة، وهنعمل عنقود بيض 100%. وان شاء الله الفراخ عمر 5 اشهر هتبشر معاكي، عمر 4 شهور هتبشر معاكي. هي بص يا جماعة، يا جماعة، الفراخ تبيض صح عمر 5 شهور. اما اللي يقولك تبيض عمر 4 شهور والكلام من ده، الكلام ده كله ما بيحصلش، ولا اجدع فرخة ما بتحصلش. لكن تبشر بقى وتبيض، تبشر عمر 4 شهور وتبيض عمر 5 شهور. ما شاء الله، بفضل الله، ثم بفضل الأعشاب اللي انتي بتحطيها جميلة جدا وممتازة جدا. بص، هنقول وداعا للأمراض التنفسية. أنا والله بنهج من طول النهار شغل، والنهار قصير جدا ومانيش ملاحقة. وابني زمانه جاي بالسلامة. عملت له محشي على وابور الجاز. قال لي يا ماما انا نفسي في محشي، احنا هناك ما بناكلش الحاجات دي. قلت له حاضر من عينيا يا حبيبي. فالمهم ايه، مستنياه بقى، والمحشي سخن ومستنياه لسه لحد دلوقتي والله ما جاء. المهم خلينا نخش في الموضوع يا ام اسامه، بطلي لك. النهارده بقى هقول لكم على عشبه ممتازة. هنقول وداعا للأمراض التنفسية. هتعمل نسبة تحويل في اللحم كويسة، هتعمل نسبة تحويل في عنقود البيض. هتحط عليها معلقتين 2 بس، معلقتين 2 فقط على كيلو العلف. كل الحاجات دي بالمقادير. طيب لو انت هتغليها يا ام اسامه، طيب هتغلي المية وتطفي عليها انا بقول للناس الجديدة اللي داخلاني، وبعدين تحط العشبة، وبعدين تغطيها وساعتين وتطلع للطيور. مجرد ما تبرد هي ايه اهي، اللهم صل على رسول الله، حبة البركة. لا تلفي ولا تحتاري، وصفتك من قلب الدار.
ارميها لهم كده اهو. واذا وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير فضلا، وليس امرا تطور خايفه منها في الاول. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.